السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال ان شاء الله. النهاردة يا حبايبي معانا فيديو جديد، بس قبل ما نبدأ اي حاجة احنا متعودين دايما مع بعض بنصلي على النبي. تعالوا كده يا حبايبي نشوف الكشري الجميل اللي ام حنين عملته ده بطريقة سهلة وبسيطة خالص. والطعم يا حبايبي بحبكم في الله وبحب اشارككم دايما معايا في كل حاجة. ربنا يخليكم ليا وما يحرمنيش منكم، ما يحرمنيش من تعليقاتكم الجميله. تعالوا كده يا حبايبي بنعمل الرز والعدس بطريقه جميله قوي، ويا ريت الفيديو يعجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك علشان خاطر يوصل لكم كل الفيديوهات بتاعتي الجديده. بحبكم في الله وبحب اشارككم دايما معايا في كل حاجه. انا عارفه ان انتوا بتعملوا كل حاجه اجمل مني واحلى مني، بس انا بحبكم في الله. ربنا يديم المحبة ما بيننا يا حبايبي وما يحرمناش من بعض. ربنا ينجح أولادنا اللي في الثانوي ويسترها معانا ومع المسلمين أجمعين، وينصر أهل فلسطين وانصرهم كده يا رب على من يعاديهم. شايفين يا حبايبي ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الحل أول ما هتبدأ تغلي معانا كده هنغسل الرز وهنسقطه مع العدس. ازاي ام حنين هيطيب؟ والله يا حبايبي بيبقوا الاتنين طيبين مع بعض وبيبقى جميل وبيبقى زي العسل. بس انت كده قبل ما تحط الرز بتكوني حاطه حبه زيت كده وشوية ملح. تحيقي بقى كده أول ما بتحط الرز، تحيقي بقى الرز كده وتسيبيه بقى مع بعض كده بيبقى جميل ومفلفل وزي العسل. تعالوا بقى كده نشوف ايه المكرونة اللي هنعملها مع بعض. انا لقيت يا حبايبي المكرونه اللي كنت موريها لكم في اول فيديو ديت مش هتكفي، فجبت عليهم شويه المكرونه دول كمان من اللي هي الشكاره مش من الاكياس، وبنحط كله مع بعض يوم حنين. والله يا حبايبي بعمل كله مع بعض وبيبقى زي العسل. تعالوا كده بقى نشوف الخلطه اللي بتخلي البصل يقرمش معاكي وحاجه ب2 جنيه بس. ايه هي يا ام حنين؟ النشا يا حبايبي. النشا بتخلي البصل مقرمش معاكي وجميل وما بياخدش زيت خالص. شايفين بتدعكي النشا كده في البصل علشان خاطر يبقى مقرمش معاكي وجميل. تعالوا كده نعمل الصلصة مع بعض. ما شاء الله لا قوة الا بالله. الطماطم بتاعتنا حمرا ازاي وجميلة زي ما احنا متعودين يا حبايبي. بقول لكم ما تغطوش الحلة بتاعت الصلصة علشان خاطر تبقى حمرا معاكم. تعالوا بقى كده ايه نشوف المنظر بعد ما خلصنا. بالله عليكم ده ما استاهلش لايك منكم ولا اشتراك. والله يا حبايبي المنظر والطعم كان زي العسل. ما شاء الله لا قوة الا بالله. والله يا حبايبي بتوحشوني ووحشتوني من اخر فيديو قدمته. ربنا يزيدكم نعمة يا رب، وربنا يحفظكم وربنا يحبب فيكم خلقه واسترها معاكم ومع المسلمين اجمعين. تعالوا بقى كده نشوف بعد ما خلصنا الكشري خالص وكل حاجة جهزت معانا. تعالوا نشوف المنظر كده. ما شاء الله لا قوة الا بالله. كان منظر جميل قوي، كان يعني يستاهل بقكم. ربنا يخليكم ويبارك فيكم وما يحرمكوش من بعض ابدا ولا يحرمكوش من لم. احنا النهارده يا حبايبي كده مكترين كده يا حبايبي الاكل علشان خاطر اخوات جوزي موجودين كده. ربنا يخليهم ما يحرمناش منهم. عمتي يا حبايبي ربنا يديهم الصحة يا رب، ودايما كده ايه يهلوا علينا ويطلوا علينا بدخلتهم الجميلة دي. ربنا يخليهم. معلش بقى يا حبايبي لو الصوت بتاع الواد كده وانا بتكلم يعني مش مخليكوا تعرفوا تسمعوا قوي، معلش يعني ايه. انا بطلب منكم كده اللايك والاشتراك علشان خاطر تكبروا لي قناتي. ربنا يخليكم ليا وما يحرمنيش منكم، ما يحرمنيش من تعليقاتكم الجميله. دايما كده يا رب نكون مشاركين بعض كده وما يحرمناش من بعض ابدا، ودايما كده تكونوا منورين لقناتي يا رب دايما. تعالوا كده بقى ايه بعد ما خلصنا عمل الاكل كان عندي شويه مواعين كده عايزين يتلمعوا يا حبايبي. هنلمعهم مع بعض بطريقه سهله وبسيطه خالص. حابه تخلي بس يا حبايبي كده بتخليلك المواعين قشطه بيض. والله يا حبايبي ربنا يديكم الصحة والعافية ويستركم يا رب، تسترنا وتنصر أهل فلسطين يا رب، وتنجح أولادنا اللي في الثانوي وتحقق لهم يا رب كل اللي بيتمنوه. يا رب تحقق لهم كل اللي بيتمنوه، واللي محتاج الذرية الصالحة ربنا يرزقه بالذرية الصالحة، ويجعل أولادنا يا حبايبي من حفظة القرآن الكريم. والله يا حبايبي بصوا ما في حاجة بتاخد وقت، وبصوا كل حاجة سهلة وبسيطة. شايفين الحلة كان شكلها عامل ازاي؟ وهوريكم بعد ما دعكتها كده هتشوفوا المنظر هيعجبكم قوي. بس يا ريت ما تنسوش اللايك والاشتراك علشان خاطر يوصلوك كل الفيديوهات بتاعتي الجديدة. زيت ملمع بس كده يا حبايبي ب5 جنيه هتخليلك المواعين بصي تشرفي بيها قدام اي حد. والله يا حبايبي انا حبيت اعمل معاكم كده ايه كل حاجة وانا قاعدة معاكم ومورياكم حياتي الطبيعية خالص اهو.
بس يا ريت ما تنسوش اللايك والاشتراك، واللي لسه مشترك في القناه جديد يفعل زر الجرس. ربنا يخليكم يا رب ويكرمكم ويجعلكم كده يا رب دايما محبوبين، ويجعلكم دايما كده في صحة وسلام وسعادة. ربنا يخليكم وما يحرمنيش منكم ابدا. شايفين اهوت الحله يا حبايبي بعد ما خلصتها دعيت كده ان شاء الله لا قوه الا بالله. الحله بتنور اهي زي ما انتم شايفين. ويا ريت بس الفيديو يعجبكم تستفادوا منه، واهم حاجه لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تكتبوا لي في التعليقات. انا مستنيه اي تعليقات منكم جميله كده، ولو في حاجه ما عجبتكوش في الفيديو عادي تكتبوا لي في التعليقات، انا قبل اي تعليقات منكم. ربنا يحميكم ويخليكم يا رب ويبارك فيكم. اهو شايفين ما شاء الله لا قوه الا بالله. الحاجه بتبقى زرقاء معايا. واقول لكم على خطوه كده برضه يا حبايبي، لما تيجي تعملوا الاكل تروحوا بس يا دوب هي ليمونه، حاجه سهله وبسيطه خالص، بتحطيها كده في المواعين في الشوربه، بتخلي لك المواعين ما تزرقش معاكي، وبتبقى جميله وحلوه زي ما انتم شايفين كده. المواعين بتنضف بسهوله حتى لو هي زرقاء ولا كده، بس بصي اللي هو على طول ما بتغلبكيش في الدعيك ولا كده. اهم حاجه كده يا حبايبي ما تنسوش اللايك والاشتراك علشان خاطر نبقى موجودين كده مع بعض على طول، وتشاركوني كده ربنا يحميكم ويبارك فيكم يا رب. ربنا ما يحرمنيش منكم وما يحرمنيش من تعليقاتكم الجميله دايما كده يا رب. تكونوا مشاركيني وتكونوا منورين لي قناتي. شايفين اهوت ما شاء الله لا قوه الا بالله. بتجيب الحله معاكي كده وتحطي فيها شويه ملمع وتدعكي يا دوب. بصوا زي ما انتوا شايفين ما بتكاش على الحلو، بس الألمونيا بتنضف معايا وبتبقى جميلة وحلوة. وبس اما تيجي حبايبي تغسلي بالملمع ده، اهم حاجة وانتي بتحطي المواعين في المطبخ كده تغطيها بالغطا وتكفيها على وشها علشان خاطر الألمونيا ما تبص منك وكده. بس يعني يا ريت كده وانتوا بتدعكوا اللي هو يعني تحطوا الملمع وتدعكوا على طول علشان خاطر المواعين تنضف معاكي كلها بمستوى واحد، مش تبقى حتة نظيفة وحتة لا. المواعين كده يا حبايبي كانت كتير، قلت كده اما نشغل كده القناة ونعمل كده انا وحبايبي ربنا يخليهم ويبارك فيهم. زي ما انتوا شايفين كده المواعين يا حبايبي بتنضف ازاي. ويا ريت الفيديو يعجبكم، بس لو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والاشتراك علشان خاطر يوصلوكوا كل الفيديوهات بتاعتي الجديدة. شايفين اهو بتحط الحبة كده على الألمونيا وهي تدعكها على طول بالسلكة زي ما انتوا شايفين قدامكم كده، تدعكوا كده على طول علشان خاطر الحاجة تنضف منه. اهو زي ما انتوا شايفين كده. معلش بقى يعني اذا كنت طولت عليكم الفيديو او ضايقتكم في حاجه او كده، او في حاجه ما عجبتكوش اكتبوا لي عادي في التعليقات، انا قابله اي تعليقات منكم. ربنا يخليكم ويبارك فيكم يا رب ويديكم الصحه ما يحرمكوش من صحتكم. اهم حاجه يا حبايبي الصحه. دايما ست كده تقول بيت الراجل زي الجنه، لو عملت فيه بذمه ربنا بيرضيك وبيخليكي وبيبارك لك في صحتك كده وبيديك الصحه كمان وكمان. ودايما كده بيخليكي والله يا حبايبي بتبقي مستوره دنيا دايما والله العظيم. حمايه يا حبايبي وست يقول لي تنسطري دنيا واخره. والله بكفايه الدعوه ديت، انا عايزه ايه تاني؟ انا مش عايزه حاجه تانية كده خلاص. اهم حاجه ان هم يكونوا بيدعوا لي ويحبوني بس وخلاص كده، ديت الدنيا كلها. بس ربنا يهدلنا اولادنا كده ويجعلهم لنا من حفظة القرآن الكريم يا رب. يا رب يجعلهم لنا من حفظة القرآن الكريم، لاني احنا يا حبايبي في زمن ربنا يسترها علينا وعلى المسلمين اجمعين، وينصر اهل فلسطين يا رب كده، وينجح اولادنا ويجعلهم دايما كده يا رب والمتفوقين. والأمية اللي انتوا شايفينها ديت يا حبايبي مش ديت الشطفة الاخرانية. هجيب حبة مية نضاف دلوقتي كده بس نخلص دقيق وهنشطفهم بقى تاني كده زي ما انتوا شايفين اهو. جبت حبة مية نضاف وهنشطف المواعين تاني اهوت علشان خاطر بقى يبقى كده الشطفة الاخرانية وتبقى المواعين نضيفة معانا ومتأكدة كده ان هي نضيفة. عشان يا حبايبي الأمية كانت قطعة فكنت محتاجة بس اللي هم شوية المية الصغيرين دوت، او المية جت اهيت هنجيب بقى مية نشطف تاني علشان خاطر كده المواعين تبقى معانا نضيفة. بسم الله عليكم يعني ما تنسوش اللايك والاشتراك علشان خاطر انا بحبكم في الله وبحب اشارككم دايما معايا في كل حاجة. ربنا ما يحرمنيش منكم ابدا يا رب. ودايما كده يا حبايبي نكون في اللمة. ربنا يا رب كده يحبب فيكم خلقه ويسترها معاكم ومع المسلمين اجمعين. شايفين اهوت ما شاء الله الحلل كلها هو شطفناها وهندسها فوق بعدها. شايفين الحلل يا حبايبي بتلمع ازاي، بصوا جميلة ازاي. والله يا حبايبي ما في حاجة يعني
مستاهله ان احنا نسيب مواعيننا وسخه او كده. حاجه خالص سهله وبسيطه خالص، هي جبناها نضفنا بيها المواعين بتاعتنا، وبصوا يعني ايه، ولا تعبنا ولا كده. شايفين المنظر اهو زي ما انا وريتكم يعني ايه. ودخلت الحبة المواعين اللي كانوا معايا دول، وكان فاضل حبة كمان هنعملهم مع بعض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.